السلام عليكم طلابنا الغاليين في كل مكان، طلاب مستر صالح أبو العباس. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثالث في الوحدة الثانية بعنوان التحليل بالتقسيم. إحنا أخدنا قبل كده تحليل ثلاثية الحدود وتعرفنا على المقدار الثلاثي البسيط والمقدار الثلاثي الغير بسيط، وكمان أخدنا الحالات الخاصة اللي هو مقدار ثلاثي مربع كامل وفرق بين مربعين، وكمان أخدنا مجموع مكعبين والفرق بينهم. بص يا بطل، تعالى كده قبل ما نبدأ نراجع على شوية حاجات مهمة. لما أقول لك حلل x أس 2 ناقص 25، ده مربع وده مربع وفي النص ناقص، يبقى ده اسمه فرق بين مربعين. كان بيتحلل ازاي؟ هفتح قوسين وقوسين، x أس 2 x في x. طب جذر 25 5 في 5، والإشارات واحدة موجب واحدة ايه سالب. وكان عندنا نوع تاني اسمه تحليل مقدار ثلاثي مربع كامل. لما يقول لي مثلا x أس 2 زائد 25 ناقص 10x، ايه المقدار ده يا ولاد؟ مقدار ثلاثي مربع كامل. عرفت منين؟ من علامتين، الاول موجب وليه جذر، والتالت موجب وليه ايه جذر. لو ده طلع مقدار ثلاثي مربع كامل، ثلاثي مربع كامل، بيتحلل ازاي؟ كنت بفتح قوسين تربيع. لو طلع مقدار ثلاثي مربع كامل بفتح قوسين تربيع، بجيب جذر الاول اللي هو x أس 2 جذرها كام؟ x. بعد كده احط اشاره الاوسط اللي هو سالب. بعد كده هنا اجيب جذر الايه الثالث اللي هو جذر 25 كام؟ 5. يبقى لو ده طلع مقدار ثلاثي مربع كامل بفتح قوسين تربيع، جذر الاول اشاره الاوسط جذر الثالث. النهارده بقى يا شباب هناخد درس اسمه التحليل بالتقسيم. بيقول لي حلل كل مما ياتي. لاحظ معايا يا بطل، هنا اداني كام حد؟ 1 2 3 4، 4 حدود. يعني لا مقدار ثلاثي بسيط ولا غير بسيط ولا فرق بين مربعين ولا مقدار ثلاثي مربع كامل. اول خطوه شباب هنرتب. اول خطوه ايه؟ هنرتب. يعني مثلا هنا ايه اكس، فين اكس التانية؟ اهي. يبقى نكتب الاكس بعد كده الاكس. طب والبي الواي زائد الواي. يبقى اول حاجة عملت ايه؟ رتبت المسألة كده، خليتها ايه شيك. اكس بعد كده اكس والواي بعد كده ايه واي. هنا دولت كام حد؟ 4. انا عندي طريقتين في الحل، يا اما هقسمهم 2 و2، مش هتعرف تعمل الحركة دي. هقسمهم 2 و2 او 3 و1. يبقى اذا لما تلاقي شكل رباعي او 4 حدود هتقسمهم ايه؟ 2 و2 او 3 وايه 1. تعال نتعرف دلوقتي ازاي تقسم المقدار الرباعي 2 و2. بص يا سيدي، هقسم اول 2 دول مع بعض اكنهم مسألة. ادي ايه اكس زائد بي اكس، دولت مسألة. وهقسم دول مع بعض اكنهم مسألة تانية خالص اللي هي بي واي زائد ايه واي. دي كده بطل مسألة ودي كده ايه مسألة، مالهمش علاقة ببعض. يلا بينا نحل المسألة دي. أول حاجة بص، هل في عامل مشترك هنا؟ اللي هو الإكس. هاخد الإكس بره عامل مشترك وأفتح قوسين وأقسم ده على العامل المشترك. لما أقسم ايه إكس على الإكس، الإكس طارت مع الإكس يتبقى لنا ايه زائد. لما أقسم ده على الإكس، الإكس طارت مع الإكس يتبقى لنا ايه بي. خلصت المسألة الأولى، يلا نخش على المسألة الثانية. هنا أول حاجة، هل في عامل مشترك للأعداد؟ لا. طب للرموز؟ هنا في واي وهنا في واي. هاخد الواي بره عامل ايه مشترك وأقسم عليه. يلا بينا نقسم ده على المشترك، الواي طارت مع الواي يبقى لنا ايه بي زائد. هنقسم ده على المشترك، الواي طارت مع الواي يبقى لنا ايه. خلاص، يبقى أنا كده قسمت المسألة الأولى 4، قسمتها 2 و2. حليت دولت مسألة عادية خالص وحليت دول مسألة عادية. عايز تتأكد اللي انت ماشي صح، بص الحتة اللي جاية دي هتلاقي في حاجة مشتركة بين هنا وهنا. لو في حاجة مشتركة بين هنا وهنا يبقى انت ماشي صح، ما لقيتش مشترك يبقى انت مش مرتب، يبقى انت مش ماشي صح. عيد ترتيب المسألة. ايه المشترك هنا وهنا؟ اهو ايه زائد بي. فهاخد ايه زائد بي بره عامل مشترك وافتح قوسين كبار واقسم بقى النص المسألة الأولاني ده على المشترك. القوس ده طار مع اللي شبهه، اتبقى لنا مين؟ اكس.
زائد هقسم النص التاني ده على المشترك، القوس ده طار مع اللي شبهه اتبقى لنا مين؟ واي. وهي كده بقت في ابسط ايه؟ صوره. تعالى ناخد مساله كمان. بيقول لي هنا ايه؟ حلل 3 اكس اس 2 ناقص 3 واي زائد اكس زائد واي ناقص ايه؟ اول حاجه يا شباب هنرتب. يلا بينا نرتب. ادي 3 اكس اس 2، خدنا اكس اس 2، بعد كده اكس اس 1 اهو اللي هو اكس واي. طب بعد كده الواي ناقص 3 واي ناقص 9 ايه؟ ناقص، يبقى احنا كده خدنا اكس اس 2 ناقص اكس واي. طب و3 واي ناقص 9 ايه؟ اكس. يبقى كده احنا رتبناها، خلينا اكس اس 2 بعد كده اكس بعد كده ايه؟ الاتنين التانيين. ساعات غالبا بتيجي مترتبه، لو مش مترتبه برتب انا. هنا بقى هقسم 2 و2. المساله الاولانيه اهي، دي المساله الاولى. هل في عامل مشترك للاعداد؟ لا. طب هل في رمز متكرر هنا وهنا؟ الاكس، هاخد الاكس بره عامل مشترك وافتح قوسين. لما اقسم ده على الاكس، 3 على 1 فيها 3. اكس اس 2 على الاكس، عند القسمه بنعمل ايه؟ بننزل الاساس ونطرح الاسس. 2 ناقص 1 1 زائد. يلا بينا نقسم اكس واي على الاكس، الاكس طارت مع الاكس اتبقى لنا مين؟ واي. كده ده المساله الايه؟ الاولانيه. يلا نخش على المساله الثانيه. هل في هنا عامل مشترك للاعداد؟ يا مستر، هنا في عدد وهنا في عدد، فهاخد الصغير بره عامل ايه؟ مشترك، وافتح قوسين واقسم عليه. سالب على السالب موجب، و3 طارت مع ال3 واتبقى لنا ايه؟ واي. هنا بقى سالب على السالب موجب، 9 على 3 فيها 3 والاكس ايه؟ تنزل. تاني هاخد الصغير بره عامل مشترك واقسم عليه، سالب على السالب موجب، 3 طارت مع ال3 اتبقى لنا ايه؟ واي. يلا نقسم ده على السالب، سالب على السالب موجب، 9 على 3 فيها 3 والاكس ايه؟ تنزل. كده احنا مسكنا المساله الاولانيه حليناها عادي، والمساله الثانيه حليناها عادي. يلا بينا بقى، عايز اتاكد يا مستر اللي انا ماشي صح. هلاقي في اقواس مشتركه بين هنا وهنا. هنا 3 اكس زائد واي وهنا 3 اكس زائد ايه؟ واي. فهاخد 3 اكس زائد واي بره عامل مشترك وافتح قوسين كبار، وهقسم النص الاولاني ده على المشترك. لما اقسم ده على المشترك، القوس ده طار مع اللي شبهه اتبقى لنا كام؟ اكس. طب يلا بينا نقسم النص التاني ده على المشترك، القوس ده طار برضو مع اللي شبهه اتبقى لنا مين؟ -3. معايا بطل؟ عايزك بقى تطلع لي ورقه وقلم وتحل لي المساله دي. طلع ورقه وقلم كده وحل لي المساله دي وشوف حلها ايه وابعته لي على الواتس. طبعا الرقم بتاع الواتس 012 7 35 84 727. ابعت لنا الحل على الواتس وهنرد عليك في اسرع وقت. يبقى احنا كده عرفنا اول نوع من التحليل بالتقسيم. اول طريقه لو اداني 4 بقسمه 2 وايه؟ و2، وامسك الاثنين الاولانيين احلهم عادي خالص، وامسك الاثنين التانيين احلهم ايه؟ عادي خالص. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لي حلل اكس اس 2 ناقص واي اكس او واي اس 2 زائد 4 اكس زائد 4 واي. هنا اداني يا بطل كام حد؟ 4. الطريقه الاولانيه هقسمهم 2 وايه؟ و2. يبقى كده دولت مساله، دولت كده مساله، ودولت لوحديهم ايه؟ مساله. دي مساله رقم 1، دي المساله رقم 2. يلا بينا نحل المساله دي لوحديها. ايه ده مستر؟ مش ده شبه نوع خدناه زمان اسمه فرق بين مربعين؟ ايوه برافو عليك. هفتح قوسين وقوسين، اكس اس 2 اكس في اكس. طب والواي اس 2 واي في واي، والاشارات واحده موجب واحده ايه؟ سالب. برافو عليك. يلا نمسك المساله الثانيه. اول خطوه بشوف هل في عامل مشترك للاعداد والرموز ولا لا. هنا مستر في 4 وهنا في 4، خد ال4 بره عامل ايه؟ مشترك. هل في رمز متكرر؟ لا. خلاص افتح قوسين واقسم عليها. لما اقسم ده على المشترك، ال4 طارت مع ال4 اتبقى لنا اكس، ولما اقسم ده على المشترك ال4 طارت مع ال4 اتبقى لنا ايه؟ واي. وهنا بقى صلي على النبي وركز معايا. احنا قلنا عشان تتاكد اللي انت ماشي صح لازم يطلع لك فيه حاجه مشتركه، قوس مشترك بين ده وبين ده.
بين المسألة الأولى والمسألة الإيه التانية. هل في عامل مشترك؟ يبقى أنت كده الله ينور عليك ماشي صح. يا مستر القوس ده متكرر هنا وهنا. يلا بينا بقى إكس ناقص أو إكس زائد واي بره عامل إيه مشترك، وافتح قوسين كبار. بص يا شباب، لما أقسم كل ده على المشترك ده طار مع اللي شبهه، يتبقى لنا مين؟ إكس ناقص واي. ولما أقسم التاني ده كله على المشترك ده طار مع اللي شبهه، يتبقى لنا مين؟ 4. وتوتة توتة خلص الحدوتة، خلص المسألة. طلع ورقة وقلم وحل لي المسألة دي وبعت لي الحل على الواتس أو انزل الحل في الكومنتات على اليوتيوب وإحنا هنرد عليك إن شاء الله. بص يا بطل الأبطال بقى، عندنا هنا سؤال اسمه سؤال الفائقين. زي ما احنا عرفنا النوع الأولاني لما يديك 4 حدود بقسمهم 2 و2 صح؟ السنة دي بقى عندنا فكرة جديدة، يديني 3 حدود 1 2 3 ويقول لي حلها بالتقسيم. قلت له يا عم انت مجنون ولا ايه؟ انا لو عندي 4 بقسمها 2 و2، لكن لو 3 ازاي اقسمها 2 و2؟ قال لي صلي على النبي. قلت له عليه الصلاة والسلام. قال لي انا هعمل لك سحر اخلي لك ال3 حدود دولت 4. ازاي؟ قلت له بص تعال، فاكرين المقدار الثلاثي الغير بسيط؟ كنا بنمسك العدد ده نضربه في الاخير اهو، 3 اكس اس 2 زائد 8 اكس. 3 في 4 بكام؟ ب12. تمام؟ يبقى هضرب العدد ده في الاخير. 3 في 4 بكام؟ ب12. يا مستر برضه 3 بس، انت بتشتغلنا ولا ايه؟ يا عم واحده واحده عليا، مش بشتغلك والله. بس بص يا بطل، شايف الحد ده؟ الحد ده 8، هقسمه عددين مجموعهم 8 بس حاصل ضربهم 12. فزوره صح؟ تاني، عددين جمعهم 8 بس ضربهم 12. ايه الاعداد ضربها 12؟ 1 في 12 و2 في 6 و3 في 4. مين في دول يا بطل مجموعهم 8؟ 1 زائد 12 ولا 2 زائد 6؟ 2 زائد 6 يبقى 2 اكس و4 ايه اكس. يبقى شايف المسألة دي هتبقى كده 3 اكس اس 2. ده بقى هقسمه كام يا ولاد؟ زي ما احنا عملناه كده اهو، زائد 2 اكس زائد 4 زائد 6 اكس زائد 4. كده بقى كام حد بالصلاة على النبي؟ بقى 4. يبقى همسك 3 هضربها في ال4 تبقى بكام؟ ب12. خلاص ده كده أول حاجة. العدد 8 ده بقى هقسمه عددين مجموعهم 8 وضربهم 12. ايه الأعداد اللي ضربها 12؟ 1 في 12 و2 في 6 و3 في 4. طب مين في دول يا بطل اللي مجموعهم 8؟ 2 في 6. 2 في 6 مش 2 في 4. 2 في ايه؟ في 6. يبقى ال8 دي هقسمها 2 اكس زائد 6 ايه اكس. تعال اهو يبقى ال8 دي يا اولاد هقسمها 2 اكس زائد 6 ايه اكس. وبكده يا اولاد بقت المسألة كام حد؟ 4 حدود. شفت السحر بقى؟ بتوع الرياضة دول سحرة اعوذ بالله منهم. كده كام حد؟ 1 2 3 4. ويلا نحل بقى زي زمان. هقسم دي مسألة لوحديها ودول مسألة لايه؟ لوحديها. هنا بقى أول حاجة تبص فيها معايا، هل في عامل مشترك للأعداد؟ لأ. طب للرموز؟ يا مستر هنا إكس وهنا إكس، خد الإكس بره عامل مشترك وافتح قوسين. لما أقسم هنا 3 على 1 فيها 3، إكس وال2 على الإكس فيها الإكس زائد. لما أقسم 2 إكس على الإكس، الإكس طارت مع الإكس يتبقى لنا كام؟ 2. الحمد لله الحمد لله. هنا بقى يا بطل الأبطال، هنا في عدد وهنا في عدد، هجيب عوامل ال6، 1 في 6 و2 في 3. طب عوامل ال4، 1 في 4 و2 في 2. فين المشترك؟ ال2 وال1. فين الكبير فيهم؟ ال2. يبقى العامل المشترك الأعلى للمسألة دي 2 وافتح قوسين. 6 على 2 فيها 3 والإكس تنزل زائد 4 على 2 فيها 2. يا رب الخطوة اللي كلنا مستنيينها واللحظة اللي كلنا بنستناها وبنتمناها. هل يا رب أنا ماشي صح ولا عكيت الدنيا؟ بص الإشارة بقى اللي قلت لك عليها، إن في هنا قوس موجود هنا.
لو في اقواس متكرره يبقى انت ماشي صح ومية مية شمعة منورة. مفيش اقواس متكررة يبقى انت بتعك الدنيا. الحمد لله القوس ده هو القوس ده، خده كده من قفاه بره عامل ايه؟ مشترك. وافتح قوسين كبار يا بطل واقسم بقى النص الاولاني ده على المشترك. القوس ده طار مع اللي شبهه، يبقى لنا كام؟ اكس زائد. هقسم كل ده على المشترك، القوس ده طار مع اللي شبهه، يبقى لنا كام؟ 2. خلص المسألة. تيجي نقولها مرة كمان؟ تعال نقولها مرة كمان. نقولها فين؟ اهو 3 اكس تربيع زائد 8 اكس. اهو حلل 3 اكس تربيع زائد 8 اكس زائد 4. بص يا اولاد بيقول لي حلل بالتقسيم. حلل بالايه؟ بالتقسيم. بالتقسيم دي يا اولاد يعني 2 و2 او 3 و1. ينفع بالعقل والمنطق مسألة فيها 3 حدود اقسمها 2 و2؟ يلا نلعب لعبة السحر ونحول المسألة الثلاثة دي الى 4. بص يا سيدي، همسك اول عدد ده الهامش اهو بتاعي. همسك اول عدد ده اضربه في الاخير، يبقى 3 اكس اس 2 زائد 8 اكس زائد 12. يبقى انا كده ضربت الاول في الايه؟ في الاخير، بقى كام؟ 12. ال 8 اكس دي بقى يا اولاد عايز افصصها. عددين مجموعهم 8 بس حاصل ضربهم 12. فزوره، عددين جمعهم 8 بس حاصل ضربهم 12. ايه العددين اللي حاصل ضربهم 12؟ 1 في 12 و2 في 6 و3 في 4. مين في دول يا اولاد مجموعهم 8؟ 2 في 6. يبقى اذا اللي 8 دي هقسمها 2 اكس و6 ايه؟ اكس. اصبحت المساله دي بقى ازاي؟ بص بقى يا سيدي معايا، تعال اقول لك بقى شكلها عامل ازاي. بص يا سيدي الحل اهو، انا بحب اللون الازرق. ادي 3 اكس اس 2 زائد ال 8 اكس دي يا اولاد. 8 اكس دي فصصناها كام من شويه؟ 2 اكس زائد 6 اكس. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. زائد 4. لا سحر ولا شعوذه. المسألة 3 حدود خليناها لك يا بطل كام؟ 4. الرياضة دي مادة، بص اقسم بالله مادة ممتعة بس لو فهمتها، لكن لو بتبصمج خي عليها ارخم مادة. اوعى تبصمج رياضة واوعى تحفظ المسائل، انا عايزك تفهم المسائل. احفظ الفكرة، احفظ القوانين، احفظ القوانين والقواعد وحل كتير. طب انا مستر بحل بس بغلط. ايوه حبيبي، حل كتير واغلط كتير واعرف انت غلطت في ايه وتعلم من غلطك، اقسم بالله هتبقى ممتاز. مثلث التفوق في مادة الرياضة. رقم 1 اقرا السؤال بتركيز. رقم 2 احفظ القوانين زي اسمك. تالت حاجة حل كتير على قد ما تقدر. هتحل كتير، هتغلط كتير، هتتعلم كتير. كده احنا خلينا المقدار الثلاثي كام؟ 4. لا سحر ولا شعوذة. يلا بقى نقسمه. هنقسمه 2 و2. هنا دي مسألة ودي مسألة. دي مسألة رقم 1، دي مسألة رقم 2. يلا بينا نحل دي مسألة لوحديها. هل في عامل مشترك للأعداد؟ لا. طب في عامل مشترك للرموز؟ يا مستر الإكس خده بره وافتح قوسين واقسم عليه. لما أقسم ده على المشترك 3 على 1 فيها 3. إكس أس 2 على إكس. عند قسمة الأساسات المتشابهة بنعمل إيه؟ بننزل الأساس ونطرح الأسس. أهو زائد. لما نقسم ده على الإكس طارت مع الإكس يبقى لنا كام؟ 2. يلا نخش على المسألة الثانية. 6 اكس زائد 4. ده هنا في عدد وهنا في عدد. هجيب عوامل ال6 في الهامش بتاعي اهو. عوامل ال6 1 في 6 و2 في 3. طب عوامل ال4 1 في 4. طب المشتركين 2 في 2 برضو. عوامل ال4 1 في 4 و2 في 2. فين المشتركين؟ الواحد والاثنين. طب فين الكبير فيهم؟ الاثنين. يبقى العامل المشترك الاعلى هنا يطلع بكام؟ ب2. خده بره وافتح قوسين واقسم عليه. لما اقسم ده على المشترك 6 على 2 فيها 3 والاكس تنزل. زائد 4 على 2 فيها 2. عايز تتأكد ان انت ماشي صح؟
لو في قوس هنا طلع شبه القوس هنا يبقى انت ماشي صح، الله ينور. مفيش قوسين يبقى انت عاكك الدنيا وراجع حلك تاني. مستر ده في قوس ده شبه القوس ده، خده بره كده من قفاه، بره عامل ايه؟ مشترك، وافتح قوسين كبار واقسم عليه. يلا بينا بطل ابطال، هنقسم النص الاولاني ده على المشترك ده، قوس ده طار مع اللي شبهه بقى لنا مين؟ اكس، زائد هقسم النص التاني ده على المشترك، القوس ده طار مع اللي شبهه بقى لنا مين؟ 2. صعبه بس حلوه، فيها فكره، سحر. تيجي نخش على المساله اللي بعديها. تعالى نخش على المساله اللي بعديها. بيقول لي حلل 2 اكس اس 2 ناقص اكس ناقص 28. بس هنا قال لي حته خطيره قوي، استخدام ايه؟ حلل باستخدام التقسيم. قلت له يخرب بيتك يخرب بيتك، باستخدام التقسيم. يعني هقسمها 2 و2 او 3 ب1. ازاي؟ طيب اقنعني، هم 3 بس، ازاي هقسمها 2 و2 او 3 ب1؟ قال لي اتصرف. قلت له سهله، بص انا هضرب الاول ده في الاخير، 2 في 28 ب 56. يعني المسألة كأنها كده 2 اكس أس 2 زائد اكس ولا ناقص اكس ناقص 56. عايز عددين يا ولاد، ده هقسمه كده، مجموعهم -1 وحاصل ضربهم 56. طب ايه الأعداد اللي حاصل ضربها 56؟ 1 في 56، 2 في 28، 7 في 8. طيب مين في دول جمعهم يديني 1؟ 7 و8 لأ. طب ما أنا ممكن أخليها إيه؟ 7 وهنا -8، عشان لو جمعت 7 زائد -8 تديني كام؟ -1. فخد بالك معايا بطل أبطال، أدي 2 إكس أس 2. ده بقى هقسمه إيه؟ -8 إكس وزائد 7 إكس. جت منين؟ لسه شارحينها اهو. هدور على عددين، هضرب الاول 2 في 28 ب 56. هدور على عددين حاصل ضربهم 56 ومجموعهم -1. طب ايه في ايه؟ اديني 56، 7 في 8. طب عايز اخلي مجموعهم -1، يبقى اخلي الصغير بالموجب والكبير بالسالب. يبقى اهي، تعال نكتبها بلون مختلف. ادي -8 اكس زائد 7 اكس. نرجع تاني للون اللي احنا كلنا بنحبه، ناقص 28. كده سبحان الله، قول سبحان الله. كده كان 3 بقوا كام؟ 4. يلا بينا بقى نقسمها مسألتين، مسألة ومسألة. هنا بقى هل في مشترك؟ مستر الاتنين هنا، والاكس مشترك، هاخد الصغير اعمل مشترك وافتح قوسين. لما اقسم ده على المشترك الاتنين طارت مع الاتنين، اكس اس 2 على الاكس فيها الاكس، ناقص 8 على 2 فيها ال4 والاكس طارت مع الايه؟ مع الاكس. هنا بقى بطل بقى في رقم هنا ورقم هنا، الكبير بيبقى القسم على الصغير. خد الصغير بره عامل مشترك وافتح قوسين واقسم عليه. لما اقسم ده على المشترك ال7 طارت مع ال7 تبقى لنا اكس، سالب على الموجب سالب، 28 على 7 فيها ال4. هنا صليت على النبي. هل في اقواس مشتركه؟ الحمد لله الحمد لله. هاخد المشترك عامل القوس المتكرر بره عامل ايه؟ مشترك. لما اقسم يا اولاد النص الاولاني ده على المشترك، القوس ده طار مع اللي شبهه يتبقى لنا كام؟ 2 اكس، زائد لما اقسم النص ده يا اولاد على المشترك، القوس ده طار مع اللي شبهه يتبقى لنا كام؟ 7. عايزك ترجع المساله دي مره كمان وتقراها وتسمعها كويس وتفهمها وتستوعبها وتطلع ورقه وقلم وتحلها تاني بايدك. يبقى احنا كده يا اولاد عرفنا النوع الاول او الطريقه الاولى في الحل، اللي انا لو عندي 4 حدود اقسمها 2 و2. وعرفنا طريقه السحر، الطريقه السحريه، لو عندي 3 حدود بمسك الحد الاوسط ده اقسمه عددين، بخلي ال3 حدود 4 واقسمها برضو 2 و2. كده كام طريقه؟ 2. تعال نخش على الطريقه الثالثه في درس التحليل بالتقسيم. ازاي تحل التحليل بالتقسيم بالطريقه الثالثه؟ قلت له تعالى نحلل. بسم الله. حلل اكس اس 2 زائد 16 واي اس 2 ناقص 8 اكس واي ناقص 49.
احنا قلنا اول حاجه حبيب قلبي بنرتب المساله كده نخلي شكلها شيك. يلا نرتب. ادي اكس اس 2 بعد كده اكس اللي هي ناقص 8 اكس واي زائد 16 واي اس 2 ناقص 49. انا ممكن اقسمها 2 و2 او ممكن اقسمها 3 و1، بس عندي بقى امتى اقسمها 3 و1؟ لو كان الثلاثه الاولانيين دولت مقدار ثلاثي مربع كامل والرابع ليه جذر ويفصل بينهم علامه ناقص، يبقى امتى هقسمها 3 و1؟ لو كان الثلاثه الاولانيين مقدار ثلاثي مربع كامل والرابع ليه جذر وشرطه ايه؟ قدامه سالب. طب هل ده مقدار ثلاثي مربع كامل؟ والله هنا فيه 3 علامات بس يكفي علامتين، الاول موجب وليه جذر والثالث موجب وليه ايه؟ جذر. يبقى ده اسمه ايه يا اولاد؟ مقدار ثلاثي مربع كامل. طيب يبقى انا كده هقسمها 3 وايه؟ و1، بس الواحد ده ليه جذر وقدامه علامه ايه؟ سالب. طب يا مستر لو ده مقدار ثلاثي مربع كامل بيتحلل ازاي؟ ما احنا راجعنا عليه في اول الحصه، فوق معايا. يبقى لو ده مقدار ثلاثي مربع كامل بحلله ازاي؟ بفتح قوسين تربيع واجيب جذر الاولاني اكس اس 2 جذره كام؟ اكس. بعد كده احط اشاره الاوسط اللي هي سالب. بعد كده اجيب جذر الثالث جذر 16 4 وجذر الواي اس 2 واي. يبقى لو ده مقدار ثلاثي مربع كامل بفتح قوسين تربيع جذر الاول اشاره الاوسط جذر الثالث. يبقى لو ده طلع مقدار ثلاثي مربع كامل بعمل ايه؟ بفتح قوسين تربيع جذر الاولاني اكس اس 2 جذرها كام؟ اكس، اشاره الاوسط سالب. بعد كده جذر الثالث 16 جذرها 4 والواي اس 2 جذرها ايه؟ واي ناقص 49. خدت بالك؟ طيب هنا بقى المسألة دي أصبحت ده مربع وده مربع وفي النص ناقص، شبه درس أخدناه زمان اسمه فرق بين مربعين ولسه مراجعين عليه في أول الحصة. ده فرق بين مربعين بحلله إزاي؟ هفتح قوسين وقوسين. شايف عمك ده؟ سميه عكشة. عكشة تربيع بيتحلل إزاي؟ عكشة في عكشة. خدت بالك؟ يبقى ده لو اسمه عكشة، عكشة تربيع بيتحلل ازاي؟ اكتب عكشة هنا وعكشة هنا. يبقى لو عكشة تربيع بيتحلل ازاي؟ عكشة في عكشة. يعني ايه يا مستر؟ يعني امسك ده كوبي مرة هنا ومرة هنا. طيب وماله؟ طب يا مستر ال 49 جذرها كام؟ 7 في 7. والاشارات يا بطل واحدة موجب واحدة ايه؟ سالب. صليت على النبي؟ خلص المسألة. تعال ناخد مسألة كمان. أنا حبيتها صراحة التعليم بالتقسيم ده. أنا صراحة بحب الرياضة. الرياضة مادة ممتعة لو فهمتها، هتلاقيها متعة كده وفيها متعة كده وأنت بتحل. لكن لو حفظتها أعوذ بالله. حلل إكس أس 2 زائد واي أس 2 ناقص 64 زائد 2 إكس واي. أول حاجة يا أولاد هرتب المسألة. يعني إكس أس 2 بعد كده أجيب إكس زائد 2 إكس واي زائد واي أس 2 ناقص 64. اسف. دلوقتي كده كام حد؟ 1 2 3 4. احنا قلنا يا اولاد هنقسمها 2 و2 او 3 و1. بس امتى بقسمها ب 3 و1؟ بشرط يكون الثلاثه الاولانيين دولت مقدار ثلاثي مربع كامل. مقدار ثلاثي مربع ايه؟ كامل. امتى يكون مربع كامل؟ لو الاول موجب وليه جذر والثالث موجب وليه جذر والحد الاوسط بيساوي موجب وسالب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. خدناه زمان. يا مستر ده طلع مقدار ثلاثي مربع كامل. يلا بينا بسم الله. هفتح قوسين تربيع. جذر الاول اكس اس 2 جذرها كام؟ اكس. بعد كده احط اشاره الاوسط اللي هي موجب. كده جذر الثالث واي اس 2 جذرها كام؟ واي. وده ينزل زي ما هو كده. يبقى انا قسمتها 3 و1. الثلاثه دولت مقدار ثلاثي مربع كامل. مقدار ثلاثي مربع ايه؟ كامل. والرابع ده ليه جذر بس قدامه علامه ايه؟ ناقص.
يبقى هقسمه 3 و1. التلاتة دول مقدار ثلاثي مربع كامل. بيتحلل ازاي؟ هفتح قوسين تربيع، هجيب جذر الاولاني اكس اس 2 جذرها كام؟ اكس. طب اشاره الاوسط اللي هي موجب، واي اس، بعد كده جذر الثالث واي اس 2 جذرها كام؟ واي، وده ينزل زي ما هو. وبكده خد بالك هنا مقدار اس 2 فرق بين مربعين، هنسمي ده مثلا عكشه. هحلله ازاي ده يا اولاد؟ بص بقى، عكشه تربيع بيتحلل ازاي؟ عكشه في عكشه. يبقى عكشه تربيع بيتحلل ازاي؟ عكشه في عكشه. اهو عكشه اهو وعكشه اهو. ونغير لون القلم عشان حماده ما يتلخبطش. طب الجذر ال 64 كام يا حماده؟ 8 في 8. والاشارات يا حماده؟ واحده موجب واحده ايه؟ سالب. كده عرفنا في التحليل بالتقسيم لما يدينا 4 حدود بقسمها 2 و2، او بعمل فقره الساحر اللي هم 3 بس خليهم 4 واقسمهم برضو 2 و2. والطريقه الثالثه والاخيره لو هم 4 بقسمهم 3 و1، بس بشرط يكون ال3 دولت مقدار ثلاثي مربع كامل، والواحد لوحده ده يكون ايه؟ ليه جذر. تمام؟ خلصنا التحليل بالتقسيم. ودلوقتي يا شباب هنخش على نوع جديد من انواع التحليل اسمه التحليل باكمال مربع. عايزك بقى يا بطل تفرق بين انواع التحليل. صدقني ال7 انواع حلوين: مقدار ثلاثي بسيط، غير بسيط، فرق بين مربعين، مقدار ثلاثي مربع كامل، مجموع مكعبين والفرق بينهما، والتحليل بالتقسيم. ودلوقتي هناخد النوع السابع اسمه التحليل باكمال مربع. بس بقى شطارتك اللي انت تعرف تفرق كل نوع عن التاني. يعني مثلا لما اقول لك اكس اس 2 ناقص 4، ده مربع وده مربع وفي النص ناقص، يبقى اسمه فرق بين مربعين. ده اسمه تحليل فرق بين مربعين. لكن بقى لما يكون ده مربع وده مربع وفي النص زائد، ده نوع جديد هناخده النهارده اسمه التحليل باكمال مربع. اسمه ايه؟ التحليل باكمال مربع. ايه التحليل باكمال مربع ده وايه قصته؟ تعالى نتعرف عليه. بيقول لي حلل 81 اكس اس 4 زائد 4 زائد 4. ده يا ولاد مربع وده مربع وفي النص ايه؟ زائد. لو ده مربع وده مربع وفي النص زائد يبقى ده اسمه تحليل باكمال مربع. تحليل باكمال ايه؟ مربع. طب التحليل باكمال مربع ده ما فيهوش جديد. اول خطوه اولا نجيب الحد الاوسط. نجيب الحد الايه؟ الاوسط. الحد الاوسط ده كان بيقول ايه؟ موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. صح؟ فاكرين في درس الفرق بين مربع مع تحليل مقدار ثلاثي مربع كامل. ادي موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول 81 اكس اس 4، جذر 81 9، وجذر اكس اس 4 اكس اس 2. يبقى موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث، جذر الاربعه كام؟ 2. ويلا نطلع الناتج. ادي موجب او سالب 2 في 9 18، 18 في 2 ب 36، واكس اس 2 ايه؟ تنزل. يبقى الحد الاوسط طلع بكام؟ بموجب او سالب 36. على فكره ده مش جديد، احنا خدنا زمان في درس التحليل بتحليل باكمال مربع ازاي نجيب الحد الاوسط. بيساوي ايه الحد الاوسط؟ موجب او سالب 2 جذر الحد الاول جذر الحد الثالث. تاني موجب او سالب 2 جذر الحد الاول جذر الحد الثالث. ادي موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول 81 اكس اس 4، جذر 81 9، جذر اكس اس 4 اكس اس 2. في جذر الثالث جذر الاربعه كام؟ 2. ويلا نطلع الناتج. موجب او سالب هي نزلت 2 في 9 18 في 2 ب 36 واكس اس 2 ايه؟ نزلت. بص بقى يا بطل الابطال، مسألتك اهي 81 اكس اس 4 زائد 4، صح؟ طيب انت هنا جبت الحد الاوسط بكام؟ موجب او سالب 36 اكس اس 2. هتكتبها مره هنا بالموجب 36 اكس اس 2
وفي الاخر بالايه؟ بالسالب. يبقى مش هو الحد الاوسط طلع بموجب او سالب 36 اكس اس 2؟ طلع عليه شرطين. تمسك الحد الاوسط بالموجب تكتبه في النص، والحد الاوسط اللي بالسالب تكتبه فين؟ في الاخر. كده بقى كام حد؟ 4. وهنحل مقدار رباعي ده زي النوع اللي لسه حلينه من شويه، اسمه التحليل بالتقسيم. هقسمه 3 وايه؟ 1. غالبا بيطلع الثلاثه الاولانيين مقدار ثلاثي مربع كامل، والرابع ليه جذر وقدامه سالب. تعال نتاكد كده. الاول موجب وليه جذر، والاخير موجب، والثالث موجب وليه جذر، والرابع بقى ليه جذر وقدامه علامه ايه؟ ناقص. يبقى اذا كده يا بطل الثلاثه دول اسمهم ايه؟ مقدار ثلاثي مربع كامل. طب يا مستر لو ده مقدار ثلاثي مربع كامل بيتحلل ازاي؟ خدناها زمان كتير. هفتح قوسين تربيع، هجيب جذر الاولاني جذر 81 9، وجذر الاكس اس 4 اكس اس 2. بعد كده احط اشاره الاوسط اللي هي ايه؟ اللي هي موجب. بعد كده اجيب الجذر الثالث جذر الاربعه كام؟ 2. يبقى لو طلع ده مقدار ثلاثي مربع كامل بفتح قوسين تربيع، جذر الاول اشاره الاوسط جذر الثالث. مره كمان، لو طلع ده مقدار ثلاثي مربع كامل بفتح قوسين تربيع، جذر الاول اشاره الاوسط جذر الثالث. طب يا مستر ناقص 36 اهي، 36 اكس اس 2. وبكده يا اولاد فكرنا بدرس زمان اسمه فرق بين مربعين، ده مربع وده مربع، في النص ناقص، يبقى اسمه فرق بين ايه؟ فرق بين مربعين. فاكرين بتاع عكشه؟ ادي عكشه اهو، عكشه تربيع. بيتحلل ازاي يا مستر؟ عكشه تربيع بيتحلل كده، عكشه في عكشه. خدت بالك؟ عكشه في عكشه، يبقى عكشه تربيع يتحل ازاي؟ عكشه في عكشه. ونغير لون القلم عشان حموكشه ما يتلخبطش. طب ال 36 بقى عكشه 36 اكس اس 2، جذر ال 36 6، وجذر الاكس اس 2 اكس، وهنا 6 ايه؟ اكس. يبقى عكشه تربيع عكشه في عكشه. لكن 36 اكس اس 2 جذرها كام؟ 6 اكس في 6 اكس، والاشارات واحده موجب واحده ايه؟ سالب. خلص المساله. تعال ناخد مساله كمان. بيقول لي حلل اكس اس 4 زائد 64. بص يا حبيب قلبي يا غالي، اول ما يقول لك حلل هنا اس 4 وتلاقي اس 4 وبينهم علامه زائد، يبقى ده تحليل باكمال ايه؟ مربع. تحليل باكمال مربع. طب ايه يا مستر اكمال مربع ده؟ اول حاجه بنجيب الحد الاوسط، بنجيب الاوسط. الاوسط ده بيساوي ايه؟ موجب او سالب 2 جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. ادي موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول. فين الحد الاول؟ 4 اكس او اكس اس 4 جذرها كام؟ اكس اس 2 في جذر الحد الثالث اللي هو ال 64 جذرها كام؟ 8. يبقى الحد الاوسط هيساوي موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول اكس اس 4 جذرها كام؟ اكس اس 2 في جذر الثالث اللي هو ال 64 جذرها كام؟ 8. ويلا بينا نطلع الناتج. ادي موجب او سالب 2 في 8 ب 16. 16 ايه؟ اكس اس 2. يبقى الحد الاوسط بكام يا اولاد؟ 16 اكس اس 2. ادي مسالتك اهي، اكس اس 4 زائد 64. بص بقى يا بطل الابطال هتعمل ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الحد الاوسط ليه كام اشاره؟ اشارتين. هاخد الاوسط بالموجب احطه في النص، واخد الاوسط اللي بالسالب واحطه فين؟ في الاخر. وبكده اصبح كام حد؟ 4 حدود. هقسمها بقى 3 وايه؟ 1، شبه الدرس اللي فات اللي هو التحليل بالتقسيم. هقسمها 3 و1. الثلاثه دولت دايما كده مقدار ثلاثي مربع كامل. خلاص الثلاثه دول دايما كده مقدار ثلاثي مربع كامل. يبقى لو كان مقدار ثلاثي مربع كامل يا مستر بيتحللوا ازاي؟ هفتح قوسين تربيع، هجيب جذر الاول اكس اس 4 جذره كام؟ اكس اس 2. بعد كده احط اشاره الاوسط اللي هي موجب. بعد كده اجيب جذر الثالث جذر ال 64 8. اما ده ينزل زي ما هو.
وبكده يا اولاد اصبح فرق بين ايه؟ فرق بين مربعين. الدرس ده اخدناه زمان. يبقى الدرس باكمال مربع ده مش درس جديد، ده عباره عن درسين مع بعض. التحليل اول حاجه بنجيب الحد الاوسط ونضيفه ونحذفه. نكتبه فين؟ اهو الحد الاوسط اهو كتبناه هنا بالموجب وهنا بالسالب، كده بقى 4. فحليناه بالتقسيم، قسمناه 3 و1. التلاتة دولت بقوا مقدار ثلاثي مربع ايه؟ كامل، فحليناه مقدار ثلاثي مربع كامل. وده نزل زي ما هو. يبقى كده اول حاجه جبنا الاوسط ضفناه وحذفناه، مقدار ثلاثي مقدار رباعي. قسمناه 3 و1 بقى مقدار ثلاثي مربع كامل. بقى كده بقى فرق بين مربعين، فحلله هفتح قوسين وقوسين. ده عكشه تربيع. بيتحلل ازاي عكشه تربيع ده؟ يبقى عكشه في عكشه. اكس تربيع زائد 8 اهو، اكس تربيع زائد 8، وهنا اكس تربيع زائد 8. طيب ودوت بقى جذر 16 4، اكس و60 جذرها كام؟ اكس، يبقى 4 اكس وهنا 4 ايه؟ اكس، والاشارات واحده موجب واحده ايه؟ سالب. طب بص يا شباب، عندنا فكره بقى، وده سؤال الفائقين. سؤال الفائقين. يبقى احنا كده عرفنا التحليل باكمال مربع بيكونوا 2 بس، فبنجيب الحد الاوسط ونضيفه ونحذفه، يبقى كام؟ 4. طب افرض اداني 3 حدود، وده اس 4 وده اس 4، وعايز احلها باكمال مربع. باكمال ايه؟ مربع. بشتغل على اس 4 واس 4 واجيب الحد الاوسط، ادي موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول اكس اس 2 في جذر الحد الثالث جذر ال 64 8 واي اس 2. يعني هيطلع بكام؟ موجب او سالب 2 في 8 ب 16 اكس اس 2 واي اس 2. يبقى المساله بتاعتي بقت كده 4 اكس اس 2 زائد 64 واي اس 4. الحد الاوسط شايفينه اهو بالموجب او سالب. هاخد الموجب واكتبه في النص، هاخد الموجب اكتبه في النص واخد السالب اكتبه في الاخر. مستر انت بتخم ليه يا حبيبي؟ هي فين 15 اكس اس 2 اهي يا باشا، ما تزعلش، ادي 15 اكس اس 2 واي اس 2. يبقى انا اول حاجه بلعب على اس 4 واس 4 كأن دي مش موجوده، واجيب الحد الاوسط موجب او سالب 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الثالث. طلع الاوسط اهو موجب او سالب 16 اكس تربيع واي تربيع. طلع الاوسط ليه كام اشاره؟ اشارتين. اخدت الاوسط بالموجب حطيته هنا، والاوسط بالسالب حطيته ايه؟ هنا. اصبحت كام؟ 4. طب وده نزل اهو يا بيه، خدناش حاجه منه. يلا بينا نكمل. بص يا حبيب قلبي، ادي اكس اس 4 زائد 16 اكس تربيع واي تربيع زائد 64 واي تربيع. هنا بقى اشارات شبه بعض ولا مختلفين؟ مختلفين، فهطرح الصغير من الكبير واحط اشاره الكبير. 16 ناقص 15 1، يبقى سالب 1 اكس تربيع واي تربيع. كده بقى كام حد؟ 4. هقسمهم 3 و1. التلاتة دولت مقدار ثلاثي مربع كامل. احللهم ازاي؟ هفتح قوسين تربيع. جذر الاول اكس اس 4 جذره كام؟ اكس تربيع. جذر الثالث 64 واي تربيع، 64 جذرها 8 والواي تربيع واي، واشاره الاوسط اهي. يبقى هفتح قوسين تربيع، جذر الاول اشاره الاوسط جذر الثالث. طب والرابع ده مستر اهو يا سيدي، ما تخافش اهو زي ما هو. يبقى اول حاجه كده قسمناها 3 وايه؟ 1. 3 دول مقدار ثلاثي مربع كامل، حللناها وده نزل. كده بقى النوع ده اسمه ايه؟ فرق بين مربعين. فرق بين مربعين. هفتح قوسين وقوسين، ده اسمه عكشه.
عكشة تربيع بيتحل ازاي؟ عكشة في عكشة. يلا بينا، ادي اكس تربيع زائد 8 واي تربيع، وهنا برضو عكشة اكس تربيع زائد 8 واي تربيع، ونغير اللون عشان عكشة ما يزعلش. طب يا مستر اكس تربيع واي تربيع جذرها كام؟ جذر الاكس تربيع اكس وجذر الواي تربيع واي، يبقى هنا اكس واي وهنا اكس ايه؟ واي، والاشارات واحدة موجب واحدة ايه؟ سالب، وتوتة توتة خلص الحدوتة. وبكده نكون خلصنا التحليل بإكمال مربع. يا رب تكون فهمت. كنتم معكم مستر صالح أبو العباس مدرس الرياضيات، وانتظرونا إن شاء الله في الحصة القادمة هنكمل شرح منهج تاني إعدادي. ما تنساش تفعل زرار الجرس ويعمل شير لكل زمايلك، واشوفكم إن شاء الله في الحصة الجاية.